السلام عليكم واهلا بيكم. معانا كوكيز تفاح. الكوكيز ده هايل، ادمان بجد. بيتكون من نص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت وثلاث كوبايات دقيق وبيضتين وثلاث تفاحات. احنا بنقشر التفاح وبنقطعه، واعذروني انا هاويه للطبخ وبالذات الحلويات، فياريت الفيديو عجبكم. احنا قطعنا التفاح وهحط عليه ليمون بالشكل ده، وفي طاسة على النار هحط حتة زبدة ونص كوباية سكر والتفاح. لو عندك عين جمل ممكن تحطي. هنقلب لحد ما السكر يكرمل شوية. هحط معلقة قرفة وبقلب الخليط كويس لحد ما بيستوى بالشكل ده، وهنزله من على النار وهحطه لحد ما يبرد. هنرجع للعجينة. هحط السكر والبيض واحط الزيت. سهل جدا، مش محتاج مضرب. حط كيس فانيليا وهضرب بالمضرب السلك العادي لحد ما الخليط يتجانس. كده الخليط عندي السكر داب. هبتدي انزل بالدقيق حبة حبة. انا حاطة 3 كوبايات دقيق. هحط عليه 1 بيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة مليانة، واقلب الخليط كويس وابتدي احط الدقيق معلقة معلقة لحد ما تتكون عندي عجينة. بحط الدقيق على مراحل. كده ابتدت تتكون معايا العجينة. كوكيز هايل، هتدمنوه بحقه حقيقي، بجد ادمان. هقطع العجينة دواير بالشكل ده، تكون متساوية ويكون سمكها سميك شوية، ما تبقاش رقيقة العجينة بالشكل ده. عندك اي اداة ممكن تعملي فجوة في نص البسكوت الكوكيز بالشكل ده. ممكن كوباية صغيرة، ممكن اي حاجة عندك تعملك فجوة في العجين في الوحدات الكوكيز كده. هحط التفاح، خليط التفاح بعد ما برد بالشكل ده، واحاول ما اطلعش من الخليط بره عشان ما يحرقش الكوكيز. ده شكله. هكمل باقي الكمية. وهدخلها الفرن على درجة 180. كده شكله بعد ما استوى. هرشه بسكر البودرة ودوقوا احلى كوكيز. اتمنى الفيديو يعجبكم ودمتم بألف خير.